ما قضية الضاد والظاء؟ أما الضاد أيها الإخوة فهي حرف انفردت به اللغة العربية فيما نعلم، لذلك يقال عن اللغة العربية لغة الضاد. هذا الحرف يخرج كما مر معنا لما تكلمنا عن مخارج الحروف من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، مع ما يحاذي ذلك من الجدار الداخلي أو الصفحة الداخلية للأضراس العليا، مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، هكذا ضا ضا. إما أن يتكئ الإنسان، هكذا كانت العرب تفعل، إما أن يتكئ الإنسان على جانب لسانه الأيمن ضا، أو على الأيسر ضا، أو على كليهما معا ضا. وكل هذا كانت تفعله العرب، وكل هذا مذكور في كتب النحو. هذا المكان، مكان حافة اللسان مع الأضراس، لا يوجد حرف آخر يشارك الضاد فيه. نحن نعلم بأن بعض المناطق في اللسان، بعض الأمكنة يخرج منها أكثر من حرف. يعني لما نقول مثلا كما مر معنا في مخارج الحروف والطاء والدال وتا، إذن هذه 3 حروف تخرج من مخرج واحد. قال الجزري والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. قلنا لما شرحنا هذا البيت أطلق الصفير وأراد حروف الصفير، يعني أطلق الصفة وأراد الموصوف وهي الصاد والسين والزاي. وقال رحمه الله والضاء والذال وثا للعليا. إذن هناك بعض الأمكنة في طرف اللسان يخرج منها أكثر من حرف. أما هذا المكان حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا لا يخرج منه إلا هذا الحرف. فإذا يعني الفم ليس معتادا على هذا المكان، هذا أمر. الأمر الثاني كما أسلفت منذ قليل، إن استعمال حافة اللسان في النطق يعني فيه شيء من العسر على العرب فضلا عن غير العرب. لذلك من قديم الزمان كانت الناس تخلط بين هذين الحرفين الضاد والظاء، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا استصعب حرفا من الحروف، سواء كان المتكلم عربيا أو غير عربي، إذا استصعب حرفا من الحروف لجأ إلى أقرب حرف إليه يسهل هو عليه في النطق. لذلك مثلا نجد بأن كثيرا من الإخوة مثلا الأوروبيين يبدلون الحاء هاء. لماذا؟ يجدونه أسهل عليهم، ما عندهم في لغتهم فيستصعبون جدا أن يقولوا فبعضهم يقول الرحمن الرحيم بدل أن يقول الرحمن الرحيم. بعض العجم الآخرين يستسهلون الخاء بدل الحاء فيقول الرحمن الرحيم، لأن عنده خاء في لغته ما عنده حاء، فلما صعبت عليه الحاء لجأ إلى حرف أقرب ما يكون في عادته النطقية إلى الحرف المطلوب أداؤه. فلما كانت الضاد في هذا المكان الذي أسلفت ذكره منفردة بهذا المكان وهو الحافة، يعني ما اعتدنا أن نستعمل الحافة، العرب كانت تستعملها، فنحن لما نقرأ القرآن العظيم نحاكي يعني نقلد نطق العرب في زمن النبوة. هذا الكلام أعيده كثيرا لتحفظوه أيها الإخوة. ما نزل القرآن بلسان أهل الشام ولا مصر ولا الحجاز ولا اليمن ولا السودان ولا المغرب ولا تركيا ولا أندونيسيا ولا نزل بلسان العرب في زمن النبوة. قال تعالى بلسان عربي مبين. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم عرب، فنزل القرآن العظيم بلسان عربي، بلسان العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة. فنحن الآن بعدهم ب1400 بل وأكثر من السنين نقلد نطقهم ذاك، لأن الناس من عادتهم أنه يتطور عندهم الأداء مع مرور الزمن، الناس يتغير أداء الحروف عندهم. فهذا الحرف الذي استصعبه الناس على مرور الأزمنة عربا وعجما كانوا يعدلون عنه إلى حرف أسهل عليهم. أما أهل البوادي والأعراب في منطقة جزيرة العرب وبادية الشام والأردن والعراق، بل وحتى في منطقة مثلا تونس وغيرها، استسهلوا الضاء،
فيعني يجعلون الضاد في كلامهم اليومي ضاء. فبدل من أن يقول الواحد منهم بيضة يقول بيضة بالضاء، بيضة. وبدل من أن يقول ضرب يقول ضرب، ضرب. فيستعملون طرف ألسنتهم بدل حافة اللسان، يجدونه أسهل. هذا بالنسبة لهذه البقعة من الوطن العربي. مناطق أخرى استسهلت حرفا آخر، يعني مثلا في تركيا يجعلون الضاء أز، يعني يقول مثلا رمضان، وحتى في مناطق الهند وباكستان وإخواننا العجم في تلك البلاد ما يستطيعون أن ينطقوا ضاء، ما اعتادوه، لذلك يجدون أز، هذا الصوت الذي نحن نسميه بالعامية الضاء العامية في بلاد الشام ومصر. مثلا نسمع الناس بيقولوا يا حضرة الضابط، الضابط أز، هل سمعتم هذا الصوت؟ هذا يسمى الضاء العامية. أو بيقولوا يقولون يا ظالم، أز يا ظالم. هذا الصوت في العامية اسمه الضاء العامية، وفي الفصيح اسمه الصاد المشمت زايا. الصاد المشمت زايا يعني الصاد المخلوطة بحرف الزاي. هذا صوت استعملته العرب في زمن النبوة، لكن ليس في هذا المكان، مكان بعض الكلمات التي بالصاد، كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، فيقولون يصدر الرعاء. ومن أصدق من الله قيل مثلا أو حديثا، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا الصوت أز هو في الفصيح اسمه صاد مشمى زاي، في العامية يسمى الضاء العامية. إذن غيرت الضاد في بعض المناطق إلى ضاء، في بعض المناطق إلى أز الضاء العامية، في بعض المناطق إلى زاي أز. يعني مثلا بيقول لك رمضان مرققة، مو رمضان مثل الأول بيقول رمضان، هذا بيقول رمضان. مثلا بيقول بالزم، بدل بالضم يقول بالزم. نعم، هذا موجود ومسموع. هذه 3 تحريفات. منهم من يجعله دالا، الضاد يجعلوها دالا مفخمة، مثلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. مهما ضغط على طرف لسانه الأمامي وفخمه لن يخرج الضاد المطلوبة، وإنما هذه دال مفخمة. لماذا فعل هذا المتكلم ذلك؟ استسهل هذا الأمر لأنه لم يعتد على الضاد الفصيحة. بعضهم يحوله إلى دال مرققة، كما نسمع في العامية مثلا في كبلاد مصر مثلا بيقولوا الضحك، بدل الضحك يقولون الضحك، بيضحك يعني بيضحك، فيقلبون الضاد دالا. استسهلوها في الكلام اليومي ما في إشكال، لكن في قراءة القرآن لا، ما يقبل هذا. إذن خلاصة الأمر هذه التي ذكرتها لكم تغييرات عامية لحرف الضاد، على قارئ القرآن الكريم اجتنابها عند قراءة القرآن، وعلينا جميعا عندما نقرأ القرآن العظيم أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية إن كنا عربا، أو ظواهر لغوية إن كنا غير عرب، لنقرأ القرآن العظيم كما نقله لنا أئمتنا بطريقين: منطوقا، التلقي المباشر من شيخي وأستاذي وكل إنسان يعني من القراء المعاصرين عن شيخه وأستاذه، هذا المسلك الأول، وأيضا على ما دونه أئمتنا في كتبهم من وصف حرف الضاد من حيث مكان خروجه ومن حيث صفة خروجه، من حيث مكان خروجه ومن حيث صفة خروجه، يعني المخرج والصفات.